بسم الله. راح نسي الريبي هنا الجمع معلومة الأولى السرد من طريق السرد. يعني السرد شيء هو أن يتلو الشيخ أو القارئ على الشيخ كتابا من كتب الحديث. الشيخ يجي قارئ فيجب جانا الشيخ بيكيد داخل السر شيخ أو القارئ على الشيخ يعني نعم يعني الشيخ يجي طلبه طلب تيجي الشيخ اشترى بخوينه بتشترى بخوينه بيجي قراءة هنا قراءة وبوزات. خلاص يعني يا شيخ يا قارئ كتاب كتب الحديث بخوينه بلا تعارض للمباحث اللغوية والفقهية ب دين ما بحثي و إبالي الزمان إبالي أواوي فهم كناي فقهاوي وأسماء رجال نافذ السلام ونحو ذلك الشيخ شو ناين صار رجع حديث جرات بشيء سرد كسرد يعني دديكي تمام. في بطريقة سردة يعني صار رجع جرا حديث خوينه باشقا قرش مش تشكي نابه يعني حسي بيت داز بركز وكحفظتي حفظتي قرآن. الثانية طريق الحل والبحث الدوار ريا حل بحثي يعني راكو مسألة حل بك أو بك لكل اللي بك السرير أو بخبته. وأن يقف بعد تلاوة الحديث على لفظ القريب مثلا بشي حديث تخوين جا لفظ غريب هذا سري سكت بميزة بيا غريبة معناه أذى مثلا بدأ أوجه درباس بيه نحن درباسية مثلا تعبده وتفهم تراكيبه مثلا تركيبه مثلا بتدو خبري أفيج بوك بفهمي والأسماء النادرة مثلا نافي كواد جيمز استعمال مثل في فرنكسة ووقع في الإسناد مثلا كنت إسنادات وسؤال ظاهر الورود مثلا وسؤال ظاهر الورود مثلا سؤالك ورود ظاهر بيان يعني مثلا تبين إنسان سؤالك بيكرن وسؤالي جوابه يده تمام. ويحل إشكال بكلام تصحابي سؤال بمثلا يك أوابيجة يك أوابيجة ظاهر يعني أكو أشخاص يعني بوري بيرح الكسي يقول إجا شيء بياد بيجت بمثلا يك أوابيجة وإجا حلاويك بإشكال كلامك أورتين بدريجناك ثم يعود إلى قراءة الحديث صفت قرأ يعني تخينا مثلا تخينا كنت تسأل مسألة لازم سريسك تسأل لغتك لازم سريسك تسأل سؤالك يكون ظاهر الورود سريسك تترجع بطريقة حلو بحسين. يسير طريق الإمعان طريقة إجا كور بدهره كور وهو أوجه أن يتكلم على كل كلمة من الحديث الشريف خبر بدأ تمام كلمة بما لها وما عليها شد هي كلمة ده شد عليه كلمة ده يعني قال مثلا أواهاتية حقي أوابنا أوابنا حقي أوابنا نورد جانب مثلا تدي لفظ لازم تبي رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب لفظ أوابه تمام. كما يتكلم عن الكلمات الغريبة والتراكيب العوسة شو مثلا عيني زمان ده لسه كلمة غريبة في خبر ده بيتر وتركيب زور أو الزور ويأتي بالشواهد الشعرية مثلا دليل الشعري هبن وناتنا ويبين تراكيب الاشتقاق مثلا تركيب اشتقاقي بيان تكه يعني مثلا فيها مشتقش فلان فيها فلان ويبحث عن أحوال الرجال مثلا بحث إسلامي حديث سندي بحث وانتك ويخرج المسائل الفقهية على المسائل المنصوص عليها في الحديث تخريج مسألة فقهية سل مسألة حسي مثلا بيجي مثلا فلان مسألة فقهية سل هاي فهمت بيه. حكم أفيا قدية أفيا يعني دراسة الحديث يعني حديثي إن جلما يولاره تمام يا سردة يا حل بحثه ايش إمعانه. حكم تجويد قراءة الحديث كاتب حديث مر تجويد خوينا يا نخوينا. قال الإمام محمد بن محمد البديري الدمياطي وأما قراءة الحديث مجودة الكونية كتجويد القرآن الكريم من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك مثلا وقت تجويد قرآني جاء مثلا شيء أو إجا أو تجويد قرآني شيء بس أحكام النون ساكن تنوين مد قصر باشقة أف قراءة مجود فهي مندوبة تبي سنة يعني باشا كما صرح به بعضهم شو علمه وها قلت يعني كوتانكي علمه تمام. مم. لكن سألت شيخي خاتمة المحققين تبي انت وري قلت يا ما تبي الشيخ سؤال كر
أوجي صنع آلة تحقيق يعني عالمي محقق. الشيخ عليا الشبرملسي، شبرملسي تغمده الله بالرحمة، خدا رحمته برحمته أخوي استربكه. حال قراءتي عليه صحيح البخاري، وقت صحيح البخاري زيادة تقد مجي سؤال كر جاب سؤال كر عن ذلك في سؤال بياكر بقول تجويد كي لازمه أنا لازمه، فأجابني بالوجوب واجبه نقول سنتيجي. وذكر لي جمراقو أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة. دبي في زياد دبي بيجي أقول دليل يجي أبو قوم بيادي هاتون أقل كتابك جدوتن الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة نوري قولي شرح تكن تفسير فاتحة دبي حنسك تفسير كذا. وعلل شيخ حينئذ ذلك يجد بالشيخ من وهي التي يرى شبرملسي بأن التجويد من محاصيل الكلام. يقول تجويد خشكاية كلامية، ومن لغة العرب لغة عربية من صارت متكلم فصحة متكلمية، وهذه المعاني مجموعة من صلى الله عليه وسلم ومعنى تفتي خبر ذهب. فمن تكلم بحديثه يخسي خبر ده فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم قال رعاية السير الصبي تلفظ كريه لو ما أنا مثلا مكو مدينة جامعة ده وقت درسيت بيجن زي كان مدينة كي درس سافر تقيين تبقى فلان تقيين. ama tabii abartıya ve ne mesela tecvid rast kendine. Yani o kas gayret o nebki o kas gayret ihfaf ki o kas gayret sarf ki vana aştikine vana ne lazım ezbin belki vana çünkü insan bir lafzı meşgul yok lafzı meşgul daha bir şey evine yapmış macina. Yani ne aştı beş zaten meşgale tab lafzı o demek şey ki şaveliyulat beşi sede aştiki beş. Çünkü o aştı bu mer kelime bir harfe meşgul ve rasti hay miraj manayı. Ama tabii rastmendin şart. يعني زمان عربة دمقي عربة وقتها هرا خبر دبين جاء ما ورد قلت ايش قلتوا لك يعني بلكي لا تقول جاء تقول جاء بلكي بتشيكي ليش. آداب المحدث والسامع بس تمام. ليش اسال مش يا برودريجي ناق جتي جتي كين قاري مش اي نصيب يعني تجرب سكني. بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.